بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علشان هذا يحجب كثيرا من نعم هذا مش مشكلة، لا أنا أتجاوز مشكلة. بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سورة الأنفال من نظم حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا، وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا، وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينول لحفص كيد بالخفض عولا، وبعد وإن الفتح عما علا وفيهما العدوى تكسر حقا الضم واعدلا، ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ يتوفى أنثوه له ملا، وبالغيب فيها تحسبن كما فشا حميما وقل في النور فاشيه كحلا، وإنه مفتح كافيا واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فطب صلا، وثاني يكن غسل وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، ولا يتهم بالكسر فز وبكافه شفا ومعا فيها بيائين أقبلا. إن شاء الله يكون صحيح ما قرأته. في سورة الأنفال مسائل في الفروش بدأها الناظم رحمه الله بقوله: وفي مردفين الدال يفتح نافع. نافع قرأ بفتح الدال في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، بفتح الدال مردفين، أردفهم الله للمؤمنين مددا. وقرأ الآخرون بكسر الدال من الملائكة مردفين، يردف بعضهم بعضا. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعن قنبل يروى وليس معولا. روي عن قنبل من أحد الأوجه أنه قرأ مثل نافع بفتح الدال ولكن لا يعول عليه ولا يؤخذ به، فرواها حكاية كما رواها الإمام أبي عمرو الداني في كتابه التيسير الذي هو أصل الشاطبية. قال الإمام هناك: قرأ نافع مردفين بفتح الدال، وكذلك حكى لي محمد بن أحمد عن ابن مجاهد أنه قرأ على قنبل كذلك بفتح الدال، وهو واهم، أي الذي حكى كان واهما. يقول الشارح أبو شامة: والقائل بأنه وهم هو ابن مجاهد، فإنه قال في كتاب السبعة من رواية ابن بدهن أو بدهن ما أدري فيها تصحيف: قرأت على قنبل مردفين بفتح الدال مثل نافع وهو وهم، إلى آخره. على العموم هذه حكاية حكيت، ولكن لا يقرأ لقنبل إلا بكسر الدال كبقية القراء. خلاصة الكلام أن نافعا مردفين بفتح الدال وباقي القراء مردفين بكسر الدال، والمعنى واحد كما قد سمعتم. ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فيه قراءات ثلاث:
إذ يغشيكم النعاس، وبالتشديد إذ يغشيكم النعاس. والقراءة الثالثة إذ يغشاكم النعاس. وإليك البيان من البيت. ويغشي هذا اللفظ سما خفا، سما خفا. سما رمز لنافع وابن كثير وأبي عمرو قرأوه بالتخفيف، يغشي سما خفا. وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا. يعني أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا يغشي بالتخفيف، والتخفيف يقع في الشين، وكذلك التشديد في الشين. وقد مر بنا مثله في سورة الأعراف، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. مر بنا في التشديد والتثقيل، ليس في نسبة القراءة. هناك الذي شدد سحبة والذي خفف باقي القراء. أهل سما نافع بن كثير وأبو عمرو قرأوا بالتخفيف، ويلزم منه إسكان الغين قبله، إذ يغشيكم. ولكن افترق أهل سما هنا. أولا تعين للباقين التشديد يغشيكم، ثم أهل سما المخففون افترقوا، فابن كثير وأبو عمرو لهم قراءة ونافع له قراءة. لذلك قال وفي ضمه افتحوا، خففت وأسكنت الغين، افتح الياء من يغشي فتصير يغ. وفي الكسر وافتح الشين المكسورة، ويلزم من فتح السين، من فتح الشين يلزم من فتح الشين الألف بعدها، فصارت يغشاكم. حق ذلك حقا. والنعاس ارفعوا ولا، والنعاس ارفعوا ولا متابعة لقراءة ابن كثير وأبي عمرو ارفع النعاس، فصارت قراءتهما إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. قال الشارح ها هنا: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الشين وفتح الياء الأولى، وفتحها فتح الشين وفتح الياء الأولى، وانقلبت الياء الأخيرة ألفا لانفتاح ما قبلها. عندما فتحوا الشين انقلبت الياء التي بعد الشين يغشي إلى ألف يغشى، فقرأ إذ يغشاكم النعاس. يغشاكم مضارع غشي يغشى كعمي يعمى، فهذا معنى قوله وفي ضمه افتحوا، يعني ضم الياء. وفي الكسر يعني كسر الشين، افتحوا أيضا فتحا حقا، والتقدير حق ذلك حقا. ولزم من قراءتهما يغشى أن يرتفع النعاس على الفاعلية، إذ يغشاكم النعاس، وأن ينتصب في قراءة غيرهما على المفعولية، يغشيكم النعاس، ليتعدى الفعل إليه بالزيادة على أغشى يغشي همزة أو تضعيفا، يعني يغشي من أغشى ويغشي من غشى، فالفعل يتعدى إما بالهمز وإما بالتضعيف أي بالتشديد. هذا معنى قوله والنعاس ارفعوا ولا. على الجملة فيها هذه القراءات الثلاث، نافع له قراءة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أبو عمرو وابن كثير لهما قراءة إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، باقي القراء إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ثم قال وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله، وارفع هاءه شاع كفلا. وتخفيفهم تخفيف القراء
في الأولين، في الموضعين الأولين هنا في هذه السورة من لفظ ولكن الله، وارفع هاءه مع ذلك، شاع ذلك التخفيف كفلا. شاع خيره للكافرين الذين يكفرون الخير. المقصود هو أخذ الرموز من شاع كفلا، فالشين رمز لحمزة والكسائي، والكاف رمز لابن عامر، فابن عامر وحمزة والكسائي خففوا لكن، وارتفعت لفظ الجلالة بعدها على الفاعلية في الموضعين الأولين، وهما في قوله تعالى في هذه الآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقراءة المخففين: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد مر بنا مثلها في سورة البقرة لو تذكرون: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وستأتينا أيضا في سورة يونس: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكلها بمعنى واحد. ولا يخفى عليك أن التخفيف من لكن يبطل عملها في أن تنصب الاسم وترفع الخبر. وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله، وارفع هاءه ولكن الله شاع كفلا. الباقين قرأوا ولكن الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. واحترز الإمام الناظم رحمه الله بقوله في الأولين عن الأخيرين، ولكن الله سلم بعد الجزء، وفي قبل النهاية أيضا ولكن الله ألف بينهم، فهذا متفق على تشديده. وموهن بالتخفيف ذاع، وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا. في هذه الآية أو في هاتين الكلمتين قراءات ثلاث: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وإليك البيان من البيت. وموهن بالتخفيف ذاع ابن عامر والكوفيون المرموز لهم بقوله ذاع، بقوله الذال من قوله ذاع، قرأوا بالتخفيف في لفظ موهن. موهن. ويلزم من تخفيف الهاء تحريك الواو، إسكان الواو، ويلزم من التشديد فتح الواو. تعين للباقين موهن. أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا موهن، وابن عامر والكوفيون موهن. ثم قال: وفيه لم ينون لحفص. وفي موهن المخففة لم ينون لحفص. حفص ممن خفف ولكنه لا ينون موهن، ويلزم من عدم تنوينه خفض الكلمة التي بعدها للإضافة، لذلك قال كيد بالخفض عولا. فهنا جمع في هذا الشطر من البيت تصريحا ورمزا. أما التصريح فاسم حفص، وأما الرمز فهو عولا. ولا يمكن أن يجمع بين مصرح ومرموز له إلا إذا اختلفت المسألة. فاختلفت المسألة ها هنا، فنسبة أو ذكره لحفص لعدم التنوين، أما ذكره الرمز فللخفض في كيد. ولكن كل هذا يطاوعه أو يطوع للنظم كي يكتمل البيت.
وإلا لو ذكر لحفص مرة واحدة كان كافيا. المهم حفص قرأ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين بعدم التنوين وخفض كيد للإضافة، موهن كيد الكافرين. شعبة وابن عامر وحمزة والكسائي المتبقين من المرموز ذاعة يقرؤون بالتخفيف مع التنوين ونصب كيدا، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين. وكيد هنا في الكل منصوبة، يعني هي مفعول في الكل، حتى عند حفص من إضافة المفعول إلى فاعله، موهن كيد الكافرين، فهي في محل المفعولية هنا، موهن كيد الكافرين. تعين لأهل سما ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال الشيخ الشارح وذاع بمعنى انتشر. ووهنت الشيء وأوهنته واحد، يعني من قرأ موهن كيد الكافرين فهو من أوهن، ومن قرأ وهنت موهن فهو من وهن الشيء، وكلاهما واحد ومعناه جعلته ضعيفا. الله يقول نحن جعلنا كيد الكافرين ضعيفا، فكيد الكافرين ضعيف، الله ضعفه ولا يمكن أن يقويه بعد الله أحد. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. نعم. وقد وهن الله وضعف أيضا كيد الشيطان قبلهم، الشيطان الذي هو وليهم إيش قال؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال عن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. إذا التجأ الإنسان إلى القوي فلا يضره كيد الضعفاء، كيد الشيطان ضعيف وكيد الكافرين ضعيف. نعم. وهنت الشيء وأوهنته واحد، أي جعلته واهنا ضعيفا. وتنوين موهن ونصب كيد هو الأصل، موهن كيد لأنه اسم فاعل نصب مفعوله. وإضافة حفص إضافة تخفيف، نحو بالغ الكعبة، بالغ الكعبة في قراءة الجميع، وإن الله بالغ أمره في قراءة حفص. نعم. موهن وبعد وإن الفتح عم علا، ننتقل إلى الذي بعد البيت الذي بعده. وبعد أي بعد ذكر إن الله موهن كيد الكافرين، بعدها في ترتيب القرآن وإن الفتح عم علا، أي عم علاه، علاه قد عم الناس كلهم. عم رمز لنافع وابن عامر، والعين من علا رمز لحفص، فقرأ هؤلاء وأن الله مع المؤمنين في قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، أي ولأن الله مع المؤمنين. لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ولأن الله مع المؤمنين فلا تضروا شيئا يعني. نعم. قرأ الباقون بضد الفتح وهو الكسر، وهو مستأنف، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وانتهى الكلام هنا، فيحسن الوقف ثم تستأنف فتقول وإن الله مع المؤمنين، وأنعم بها من معية، فمن كان الله معه فهو منصور، ومن كان الله معه فهو سعيد. والله لا تكتسب معيته إلا بالصفات والأعمال، فهو قال مع المتقين، مع المؤمنين، مع المحسنين، هكذا. في كمان معية أخرى مع الذين اتقوا،
فلا تكتسب معية الله بالجاه وبالسلطان وبالبلدان، وهذا كله لا اكتساب. لا تكتسب معية الله إلا بصفة يحبها الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله معك فلا يضرك شيء. ولنتأمل يعني نحن في رمضان وفيها شيء من التدبر. لما أنزل الله الملائكة يوم بدر، وهم ملائكة عظام فيهم جبريل عليه السلام. جبريل حقيقته له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. وقيل هو الذي صاح على الهالكين، وما أنزلنا على إن كانت إلا صيحة واحدة، قالوا صيحة جبريل عليه السلام، و1000 من الملائكة معه، ب1000 معه لما نزلوا إلى بدر. الآية عجيبة، يقول الله في بدايتها: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يعني بدون معيتي وأنتم يا ملائكة أيضا لا تسوون شيء، لا تفعلون شيء. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أنا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أما مهمتكم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لا إله إلا الله. الله يرزقنا معيته ويجعلنا من المؤمنين، وإن الله مع المؤمنين. قال الشيخ: وفيهما العدوة تكسر حقا الضم وعدلا. لا ننسى القراءة: وإن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. ولا ننسى أن نشيرها هنا أن من قرأ بفتح الهمزة فالأحسن له الوصل ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فالأحسن له الوقف. نعم، ومن قرأ بالكسر فالأحسن له الوقف. ثم قال الشيخ: وفيهما العدوة تكسر حقا الضم وعدلا. قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فيهما العدوة في موضعيها في هذه السورة. اكسر العين من العدوة، فقرأ العدوة حقا، حق ذلك حقا، أو اكسر الضم. نعم، اكسر الضم ليبقى للآخرين الضم، لأنه لو قال اكسر بدون شيء لانطلقت إلى الفتح، فلذلك قال اكسر الضم واعدل في كلامك وفي قولك. نعم. فقرأ المرموز لهم بحقا، وهما من؟ ابن كثير وأبو عمرو: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. وقرأ الباقون: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قال الشيخ الشارح: والعدوة بكسر العين وضمها لغتان، وهو جانب الوادي، وقيل المكان المرتفع، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ: ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ يتوفى أنثوه له ملا. في هذا البيت ترجمتان أو مسألتان من مسائل فرش هذه السورة. المسألة الأولى من هذا البيت قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يحيى من حي، كلمة حي اكسر حالة كونك مظهرا الياء، اكسر الياء حالة كونك مظهرا إياها بدون أن تضغمها بالتي بعدها. إذ صفى ذلك هدى وهداية. رمز إذ نافع، ورمز الصاد من صفى شعبة، والهاء من هدى ترمز إلى البزي عن ابن كثير.
هؤلاء قرأوا نافع وشعبة والبزي عن ابن كثير بالإظهار وكسر الياء. ويحيى من حي عن بينه. وانتبهوا، فالياء حرف ضعيف ولا تظهر الكسرة إلا إذا أظهرتها. ويحيى من حي عن بينه، حي عن بينه، كسر الياء وإظهارها، تنطق بيائين، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، حي عن بينه. الباقون ماذا فعلوا؟ أدغموا الياء في الياء وفتحوا الياء، فصارت ويحيى من حي عن بينه، حي عن بينه. ويقول الشارح: هما لغتان، عايية مثل حيية مثل عيية، عايية وعيّ، وحيية وحيّ. عيّ فلان، أعي يعني ما استطاع أن يتكلم، فتقول عيّ فلان وتقول عيّ فلان، كما تقول حي فلان وحي فلان. نعم، لغتان فيما. أما الثانية، المسألة الثانية، فهو قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. مرت بنا أمثلتها في مواضع عدة، أن لفظ الملائكة كلفظ مؤنث، ولكنه مؤنث غير حقيقي، وكلما طال الفصل بين الفعل وبين الفاعل ضعف التأثير في التأنيث، لذلك والتذكير، لذلك قرأ الجمهور هنا بالتذكير وليس بالتأنيث، لأن الملائكة ليس مؤنث حقيقي، وأيضا طال الفصل بين الفعل وهو إذ يتوفى، دخل الذين كفروا الملائكة. قرأ المرموزي له ملا، اللام رمز لهشام عن ابن عامر، والميم رمز لابن ذكوان. وانتبهوا، فهذا من استعمالات الناظم في نظمه. بعض المرات إن احتاج إلى فصل بين الراويين من أجل إكمال البيت فعل ذلك كما فعل الآن، وإلا فهي قراءة ابن عامر. يعني إذا قلت قرأ هشام وابن ذكوان كذا، معناه قرأ ابن عامر. والأصل أنه إذا اتفق الراويان فلا يذكر إلا الشيخ، لكن يذكر هنا لأجل إكمال البيت ولأجل سبك النظم حتى يتسنى له ذلك. المهم، قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ابن عامر قرأ: ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وباقي القراء: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولا تنسى إدغام الذال في التاء عند هشام عن ابن عامر، فإن إذ مدغمة في التاء في كل القرآن عند هشام عن ابن عامر، فتقرأ هكذا لهشام عن ابن عامر: ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وابن ذكوان: إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة. وباقي القراء لا يتصور لهم إدغام، إذ يقرؤون بالياء: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ: وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما، وقل في النور فاشيه كحلا. له ملا في البيت الذي قبله، قال الشيخ: والملا بضم الميم جمع
ملاءة وهي الملحفة، كنا بذلك عن الحجج